قالت له شربت الماي لا توقف على الماء او شنهي وقفتك الوقت ببيوت الاجنان جنك غريب او شوفتك يا نفل تنهايا لا نقدر روح القمر غراب والنجم غايب اي والله لا نقدر روح القمر غرب والنجم دايب قال لها يا صالح انا ليس لي اهل في مصركم هذا وإنما أنا غريب. قالت بأبي أنت وأمي من أنت أيها الغريب الذي أبعدتك الغربة عن أهلك ووطنك. قال لها أنا مسلم بن عقيل. قالت أنت ابن عم الحسين. قال لها نعم. قالت سيدي معذرة والله ما عرفت الصاحت يا غات ما عرفت والله صاحت يا غات ما عرفت. أنا لو أنا أدري يا مسلم ما نشدت اكسرت خاطري بالباب شبته. قال له تدخل سيدي ادخل أنا أأويك وأنا أفتديك بنفسي. قال لها ما تسمعين بيان ابن زياد يقول من وجدنا مسلم في داره هدمنا داره وقتلنا. قالت ادخل يا ابن عقيل من ابن زياد أليس الساقي على الحوض عمك أمير المؤمنين. وأدخلته محلها بيتها وبقي يتعبد تلك الليلة إلى أن أصبح الصباح وعلم ابن زياد بوجوده في بيتها من طريق الجواسيس. يقول فأرسل جيشا وأقبل الجيش بقيادة محمد بن الأشعث إلى دار طوعاء. الناس سئلوا ما الخبر؟ قالوا وجدنا مسلم. يقول فهنا ما بقي أحد إلا خرج بأيديهم العصي والحبال والحجار ويصرخون وجدنا مسلم. ظهر من كنز أبو طالب شبل من وسط الكوفة وهيع بيها المهيع. هاي كلمة شعبية عراقية بحتة. هيع شنو هيع؟ يعني صح هيها لقينا مسلم هذا مسلم. كل من يريد يتقرب إلى ابن زياد بالحصول آول نعم الوثوق على مسلم سلام الله عليه. وهيع بيها المهيع وسال السير شيروف وخيل ما تقول الخيل والمردوف مردوفة بثرغ الزلم تنبات الناخة ويدرى الفزع. كل جبهة عاد طاعم شافت وسمعت الود دخلت على مسلم بس مو خايفة لا مترددة لا متهيبة لا ترجف لا خوفته. هاي المرة الشجاعة الله. يقول دخلت على مسلم بن عقيل تقول لها يا أغلفك الجيش يا حي يا مسلم لفت لنا الهوى يريدون يالونك يصل. أنا أريدك مراجل عمك وتخلي جثثها رسل. يقول يا ضوع
تشجعيني والله وبعم حيدر تضجري. أنا ما دام صمصام واليميني العزم ظلك وبجمع اليجين. أقبل وقف على باب دار طوعة، طوعة شافته وحيدر كسر خاطره عليه. صحيت من شافته طوعة، من شافته طوعة تحزب وشب باب الدار والله صاحت يا مسلم ريت تسلم لا لك أخي ولا منيع. أنا تمنيت للحسين يعلم كان اعتناك اليوم، والله كان اعتناك اليوم الضعاي. البطلة شدت حزام وخلت الجربة برقبته واخذت بيتها عمود وصاحت شد شد يا ابن عقيل، شد يا ابن عقيل، ان العمر ساعة لا تجعله الا طاعة. وجرد مسلم سيفه وهو يقول اقسم ان لا اقتل حرا. وان رايت الموت شيئا نكرا. صدق وقف ذاك الموقف وخلنا هذا الموقف وتتحدى الدنيا وتصير عبادين ومسلم قائم وشاب ذكره وصيته وسمعته وعزاؤه والبكاء عليه ومزاره رغم أنف الحرائق ورغم الرياح، رياح الأفكار المعادية العاتية لأهل هذا البيت كلها تنسف وإلى الخلود. الله سلام الله عليك يا ابن عقيل. اي والله اي طوعه صدق طوعه لها موقفها. اكو واحد هوس هوسه زوجه قال وراك كل عظيم امرأة يقولون، وراء كل عظيم امرأة يقولون هاي حكاية مسموعة. ومثل لك مثل زينب هي اللي كملت لحسين مشروعا. صدق لولا زينب لا أكل بن أمية وشربوا على دم العزيز. لأن زينب حيث المجالس هذا البكاء هذا النواه هذا الصراخ هذا العويل ماكو الواجهة هذه. هاي مولانا قمة الرأي العام ولذا يخافون من الواجهة. واجي يخافون منه ويستهزئون منه. هم مو يمهم مو بالعالم لأن هذا البكاء الله يخلق ثورة في داخل النفوس فصاروا يحاربونها بشكل آخر حتى كشفروا حتى بعض جماعة ممن محسوب على ملاك أهل البيت باسم أنت متطور ومثقف وحضاري وكذا وشكل تشوفه يعني يتكبر على البكاء على الحسين سلام الله عليه. الحسين كل شيء بكى. مثل لك مثل زينب كملت لحسين مشروعه. ايش كثر مسلم شجاعه وقاهر الفرسان بس ازداد عزمه من هذه الطوعه. هل هو الطوعه تعادل نص الجيش؟ نقول لك والله واحد قال لي مره لا مو نص الجيش بل تعادل كل الجيش.